ازاي اثبت براءتي؟ ازاي اهد الدليل اللي ضدي في القضيه لانه كذب؟ الاصل ان المتهم مش مطالب انه يجيب دليل براءه، كفايه بس انه يشكك المحكمه في الدليل الموجود ضده، لان الاصل في الانسان البراءه، فلو تم اتهام شخص بتهمه معينه ومفيش دليل ضده هياخد براءه. النيابه اصلا مش هتحيل القضيه للمحكمه، لكن احيانا بيكون في قرائن متعدده، ومحكمه النقض قالت ان القرائن المتعدده دي بتعتبر في حكم الدليل. طب انا عايز اخد براءه واكون مطمن ان اخد البراءه، مفيش احتمال ادانه ولو بسيط، يبقى لازم تدور على دليل براءه، دليل ينفع عنك التهمه. لازم تشتغل في الجنايات. انا تقريبا بشغل كل اهليه المتهم، اي حد يقدر يساعد بحاجه بجيبه واقعد اتناقش معاه عشان اوصل في الاخر لدليل. وسبحان الله لكل مجتهد نصيب، لما بلاقي الاهل بيشتغلوا معايا وبيقعدوا يدوروا ويفكروا وبيشتغلوا، في الاخر بلاقي مش دليل واحد، بلاقي 100 دليل على براءه المتهم دوت. وسهل طالما بريء. القضاء الجنائي قضاء عقيده، وفي قاضي عقيدته سلامه الاجراءات، ومهما اتكلمت عن بطلان الاجراءات ما بياخدش بيها. التحريات اللي جات له دايما سليمه، محضر الضبط دايما سليم. القاضي ده لازم تبعد عن التشكيك في الاجراءات، دور له على دليل جديد. ومهم جدا قراءه القاضي وفهم عقليته، وباذن الله براءه.